القنوات تقول شنو مكتوب، ما تعرف هذا الشخص إذا هو صح غلط أو مش غلط. يعني ما ألومهم أو أقول لهم شيء. مثل ما قلت لك قبل، هذا الموضوع بين يدين القضاء المغربي، مو لنظرته وأحترمها، فإن شاء الله إنه في الآخر ينصفني، لا أكثر ولا أقل. هذا اللي أطلبه. وأنا غنبقى نقولها ونعاودها أمام الملأ، ليس لدينا أي صلة لا من قريب ولا من بعيد مع ذاك الحساب. أنا وأختي شاء من شاء وكره من كره، وأنا كل ثقة بالقضاء المغربي أنه ينصفنا بإذن الله. بعد الفضيحة اللي نزلت مؤخرا على السوشيال ميديا وخصوصا على الانستغرام، فضيحة دنيا باطمة والإلغاء الحفل ديالها ومشات للبرتوش عند عند اللي مصاحبه معاه التطواني اللي كيبلغ من العمر 20 سنه، باش تحصلوا انه متواجد مع شي فتيات كما تقول شوف تيفي. وكتنزل ايضا انها عندها واحد الفيديو حصري ليها لدنيا باطمه وهي كدابز وكيضربها وكيطيح ليها السنان ديالها وكينفخ ليها العين ديالها وكينفخ ليها الفم ديالها. وهذا الشيء اللي مأكداه شوف تيفي. وكيف ما قلت ما مرة ما جوج انه ابتسام خرجت كتقول انه لا، راه دنيا باطمة غير سخانة في الفم ديالها. هادشي كامل حتى لهنا وما وقفش، ولكن كيف ما كتشوفوا شوف تيفي ما كتزقاش من الحصريات، وقالت انه دنيا باطمة مشات باش تصالح مع العشيق ديالها وطلب منه السماحة، ولكن الام والاخت ديال هاد العشيق ديال التطواني ما كتقبلش بدنيا باطمه وكيقولوا لها اعطيه اتساع. ايوا هاد الشيء حتى لحنا ومفاهمين عليه، ولكن الفضيحه ديال ديال هاد حمزاوه اللي كيخليو لا المدير التحرير ديال شوف تيفي لا تحفة ولا اي واحد عنده شي قضيه مع دنيا باطمه ما يتنازلش عليها، هما هاد حمزاوه اللي حاليا كينزلوا شي تصاور غريبه على سعيده شرف وكيجبدوا الازواج ديالها القدام اللي تفرقات معاهم، وكينزلوا تدوينات اللي في شكل كيقولوا راه كضارب مع الام ديالو، ام ديال واحد من هذوك اللي تفرقات معاهم سواء مزوجه به او كانوا في فتره تعارف. كتعرفوا نتوما حمزاوه كيبقاو يهبشوا وينبشوا باش يجبدوا داكشي، ولكن قال لك جرات عليه وسعيده شرف كتسحر في عاشوره. هاد سعيدة شرف قال لك هي اللي منوضه شوف تيفي تهضر على دنيا باطمه، وهي اللي قالت لهم خاصكم تهضروا على النقد ديالها وسيروا تبعوها وصوروها ونزلوا ليها مقاطع فيديو ديالها على السوشيال ميديا وقولوا انها راها مصاحبه مع فلان وفرتلان. ولكن نتوما كتعرفوا شوف تيفي لا مع دنيا باطمه ولا مع حتى شي واحد راه ما كيزقلوش، وهادشي ديال التفاهه راه كيتحماق عليه تشوف خيخي. اي حاجه تافهه كتجيب مشاهده كتنزلها، ماشي واحد الصحافه اللي مختصه بواحد الدومين اقتصادي ولا لا، هي اي حاجه جات قدامها كتنزلها، ما عندهاش مشكل في هادشي. وهما قال لك انه هاد سعيده شرف هي اللي نايضه كتقول شوف تيفي نزلوا وكيضربوا في سعيده شرف، ما سالوش من المهرنطه وما سالوش من المقرا وما سالوش. قال لك هي السبب ديال انه دنيا باطمه كتاخذ سنه سجن نافذه والقضيه ديالها مازال في النقد، بسبب سعيده. وسعيده ما بغاتش تنازل. ما يمكن سعيده تنازل، سعيده راه اللي تنازلات راه خدلات المغاربه كاملين اللي وقفوا معاها ووقفوا مع الحق، وهي كتقول الا سمحوا المغاربه انا عادي نسمح. المغاربه ما مسامحينش، ما يسمحوش لوحده اللي كتجي كتضرب فيهم بالطول والعرض كتقول الله يعطيكم الموت، الله يعطيكم الحريق، الله يعطيكم العافيه، الجراد هذا ما كتساليش من السبسير وتموتوا سيروا، ما كتساليش من السبان. اما سعيده شرف راه فاش تفرقات مع الطليق ديالها راه ما تشوهات ما شوهاتو، راه ما تا بوست ما دارتوش عليه في الانستغرام، مشى صافي الله يعاونو كتصرف على وليداتها كتكبرهم، عارفه انه الطليق ديالها عنده واحد المرض مزمن، مكبره الوليدات ديالها، عاودات تزوجات وفرحانه وسعيده بحياتها.
ما عندهاش مشاكل نهائيا مع هاد الطليق ديالها اللي كتهضروا عليه، او لا شي واحد من هادو اللي قاعد دازو تعارف ولا شي حاجه، ولا كانت شي حاجه كره ناضوا حتى هما كل واحد ناض دار صفحه ولا فتح قناه في يوتيوب وكيضرب في السعيده. حتى واحد ما عمر شي واحد ناض هضر فيها باش تعرفوا الاخلاق ديالها كيفاش دايره، التعامل مع الناس ديالها في المحيط كيفاش داير. لانه لو كون كانت خايبه راه ما يمكنش واحد جوج ثلاثه اربعه ضروري يخرج شي واحد منهم، ضروري شي واحد عادي يخرج يفضح. عكس دنيا باطمه راه ما كاينش شي واحد اللي ما كيخرج وما كيهضرش عليها. هادي مولات الحفلات اللي دات ليها الفلوس ما تلاش بغات تخلصها، ما واحد ما جوج ما ثلاثه. بزاف ديال الناس كيخرجوا كيقولوا انه دنيا باطمه ما رداتش لنا العربون ديال الحفله ديالنا وكتلغي الحضور ديالها، عندها زايد ناقص. بحال تيفلت ناضت لغات الحفل، بحال مثلا الحفلات اللي كانت عندها ايامات حمزه مومبي بينات لغات الحفل والحرب راه ما رجعوش للناس. كتوقع لها مشكل تلغي حفل بحال لا شيئا لم يكن. ما كتنساش ما كتفكرش انه هذوك المنظمين راه دافعين مبالغ خياليه على داك الحفل. وهنا كما قلت لكم هاد سعيده شرف فين ما كتوقع شي مصيبه كيدخلوها. لا راه قال لك هي اللي مع تحفه، هي اللي كتقول تحفه نضرب في دنيا باطمه ونوض دير راه تحفه كيتناول اي موضوع كيهضر فيه. والنهار الاول في البدايات الاولى كان كيسعى للصلح ما بين دنيا باطمه وسعيده شرف، ولكن دنيا باطمه راه خارجه من المحكمه وكتقول ما وقع والو، ما كاين حتى شي حاجه. ما ناضتش دارت لايف وقالت انا غلطت ولا انا درت الذنب، ولا مازال ليومنا هذا كتقول انا بريئه من داك الحساب ديال حمزه مون بيبي، وانه القانون والقضاء المغربي عاد يجيب لي حقي. اليوم من هذا مازال حمزة كيقولوا أنها مذنبة بالرغم من الأدلة الثابتة القاطعة والخبرة الإلكترونية والشهود وما نعرف شنو كيثبتوا أنه دنيا باطمة هي صاحبة الحساب ديال حمزة مون بيبي وهي الادمين ديالو وهي بزاف المسائل متورطة فيهم. ورغم ذلك ما على بالهمش وما كيقولك لا دنيا باطمة بريئة، دنيا باطمة ما دايره لا بإيديها لا برجليها. يعني هادشي كامل دايره قال لك سعيده شرف ناضت هضرات على الحق ديالها في الملف ديال حمزه مون بيبي وبغات تاخذ الحق ديالها لانه تضرب فيها وتضربات في الوطنيه ديالها فقط. ما كيهمهاش شكون صاحب داك الحساب. ملي عرفات شكون داك الحساب صاحب الحساب يدخل يقضي العقوبه ديالو. دنيا باطمه ابتسام غلامور عيشه عياش كلهم اللي عنده يد في هذيك القضيه يدخل يقضي العقوبه ديالو عادي، لانه في الاول وفي الاخير حنا سواسيه امام القانون، كلنا مواطنون اللي دار شي ذنب كيتستحق العقوبه. يعني تحفه تصور معاه دنيا باطمه ولا تصور معاه سعيده شرف، الا كان سعيده شرف دايره شي ذنب يهضر عليها تحفه تصور مع دنيا باطمه الا كانت بريئه والعكس صحيح، ما كاينش المشكل في شي حاجه. ولكن باش حاليا راه الموضوع راه كبير وكلشي كيتسائل اين نقد دنيا باطمه وكلشي كيتسنى تدخل للسجن وباقي لحد الان ما بانت حتى شي حاجه. وتحفه اللي حاليا مشات ليه القناه هي جات تشوف تيفي اللي فاضحه دنيا باطمه اللي فيها 7 مليون مشترك. وراه خرجوا حتى منابر اعلاميه وحدين اخرين حتى هما كيكتبوا على دنيا باطمه وكيقولوا انه هاد دنيا باطمه طليقه محمد ترك اللي اصبحت عشيقه واحد من تطوان. قال لك حسب مصادر متطابقه تعيش دنيا باطمه مع الشاب الجديد الذي يصورها باعوام قصه حب جارفه بعد طلاقها من زواجها محمد ترك وتوقف علاقتها السابقه بميسي مروج المخدرات المطلوب دوليا والمبحوث عنه من طرف الانتربول الذي أنهى قصته معها بعد أن أصبح اسمه مشاهن على يوتيوب ولدى وسائل الإعلام. واش هاد سعيدة شرف قاعد القنوات كاملين وقاعد المنابر الإعلامية كاملين فتنوض تقول لهم هاكل فلوس ونوضوا هضروا لي على دنيا باطمة؟ السيدة راه فين قبل الحفلات ديالها في أوروبا كتجي تضرب الحفلة اللي عندها في المغرب بعقد معاهم وكترجع ثاني الحفلات ديالها. اما مساليش لهاد الخشبيش، يعني دايره محامي ديالها هو اللي مشى لمحكمة النقد كيطالب بالحق ديالو، يعني الحق ديال اللي كيترافع عليها فقط
باش هي تتنوض تهضر مع قنوات وكتهضر. لا، هادشي معروف انه دنيا باطمه وحمزه وهما اللي كيديروه ماشي سعيده شرف. يعني هذا باين وشي حاجه في السوشيال ميديا من زمان، ماشي غير من اليوم، من ايام المدي مدخال ومن ايام اي واحد كيهضر على دنيا باطمه راه كينوضوا كيهاجموه. هادشي راه معروف قبل وقبل. وناضت مؤخرا يعني في واحد اللقاء صحفي كتقول انا ما كنعترفش بهذيك الصحافه ديال الويل والصحافه ديال الزبال، وخاصهم ياخذوا العقاب ديالهم، خاصهم يديروا. ومازال شوف تيفي متوعده ان غادي تنزل حصريات مازال، وما غاديش تسكت حتى تدخل دنيا باطمه السجن، لانه كتناشد وكتقول اين نقد دنيا باطمه، لانه قناه راها كبيره، راه خد يسينياليو فيها كيف ما سينيالاو قناه تحفه ما غاديش تسينيالا.